السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسب بعض المصادر الصحفية فإن الفنانة أسماء المنور كتطلب من الإدارة ديال دوزيم برفع الأجر ديالها في الموسم الثاني من البرنامج ستارلايت إلى 100 مليون سنتيم، معللة باللي المشاركة ديالها كتطلب منها إلغاء العديد من الحفلات ومن الأنشطة اللي يكونوا في نفس التوقيت. يعني هذا الشيء غادي يكون فيه خسائر مادية كبيرة بالنسبة لها، فهي مطلوبة بزاف في الخليج وفي العالم العربي باش دير مهرجانات حفلات وبرامج تلفزية، علما أن الكاشي ديالها الحالي ما هو ما بين 60 إلى 80 مليون. ونفس المصادر اللي كتشوفوا معايا في الصور كتقول باللي لطيفة رأفت كتاخد أقل بكثير من هذا المبلغ، يعني حوالي 51 مليون سنتيم، وهي مستاءة بسبب هذا التفاوت المالي اللي كاين ما بين الفنانات بجوج، واعتبرت هذا الشيء كأنه تقليل من القيمة ديالها. ولحد الآن مازال ما كونفيرمات الوجود ديالها في الموسم الثاني ديال ستارلايت، وكتطلب إعادة نظر في الكاشي قبل التجديد ديال العقد. فلحد الآن مازال ما كاين حتى شي خبر رسمي كيأكد المشاركة ديال الفنانتين الكبيرتين أسماء المنور ولطيفة رأفت في الموسم الثاني ديال ستارلايت، لأنه لحدود الساعة مازال ما كاينش اتفاق في الشق المالي، علما أن الموسم الأول شهد حب واحترام كبير بين الفنانتين. وهاد الصور كتبين وكتأكد هاد الشي، فهما كانوا كما كنقولوا سمنة على عسل.